حياكم الله، مرحبا. سيناريو دراماتيكي لمباراة نهائية استثنائية، خلينا نقول استثنائية من كل الجوانب، بما في ذلك من الجانب الفني والبدني والمستوى والإثارة والشغف والسيناريوهات الكثيرة التي كانت يمكن أن تغير من مجريات ومصير اللقب بين هذا وذاك. طبعا بالنسبة للاعبين والمدربين ولنا أيضا وللجماهير بعد المباراة على الطاير على السخون مثل ما نقول بالعامية، ممكن للإنسان يقول أشياء تستند على العاطفة وعلى المشاعر أكثر مما تستند على المنطق وعلى العقل وعلى التحليل السليم. بعد ساعات من تتويج منتخب السنغال بلقب كأس إفريقيا الثاني له في ظرف 5 سنوات، الثاني له من أصل 4 نهائيات لعبها في آخر 5 بطولات، وبعد خسارة المنتخب المغربي المباراة النهائية في عقر الديار وتأجيل تتويجه الثاني إلى ما بعد 50 سنة، لأنه آخر تتويج للكرة المغربية كان سنة 76 في إثيوبيا. تعرفوا بأنه لعب النهائي في 2004 في تونس وخسروا كذلك ب2 مقابل 1. البارحة خسر المباراة النهائية على أرضية ميدانه بشكل كما قلت دراماتيكي لا مثيل له. أثناء المباراة في 90 دقيقة كل منتخب كان بإمكانه أنه يفوز، كل منتخب كان بإمكانه أنه يسجل. في 90 دقيقة ماندي وبونو أديا المباراة اللازمة مع منتخبيهما، كل واحد أنقذ ما أنقذ من الفرص والكرات. في الدقيقة 90 سجل المنتخب السنغالي هدف حكم المباراة في تقديره كان فيه خطأ صفر قبل أن يسجل الهدف فألغاه. دقائق بعد ذلك في الوقت بدل الضائع استدعي من قبل الفار ليعاين لقطة مسك إبراهيم دياز فيقرر ركلة جزاء. بعد ركلة الجزاء كما تابعتم طبعا قد نقول بأنه تصرف السنغاليين كان طبيعي، أو ردة فعلهم ونرفزتهم كانت طبيعية. أنا لا أقصد محاولة الخروج من المباراة، أقصد ردة فعلهم وغضبهم على حكم المباراة كان طبيعي، وهذا امتداد أيضا لجدل كبير أثير حول الحكام في هذه البطولة في بعض المباريات. نقطة التحول كانت هنا لما حاولوا يخرجوا اللاعبين السنغاليين، أخرجوا المغاربة من المباراة وأخرجوا منفذ ركلة الجزاء من المباراة. ساديو ماني كان له دور كبير وكبير جدا في تتويج فريقه وفي إقناع لاعبيه بالعودة إلى المباراة، وشفنا في الصور كيف كان يطالب من زملائه ويحفزهم على العودة وإكمال المباراة، وكأنه كان يشك ويعتقد بأن ركلة الجزاء لن تسجل. عاد الجميع، وقف إبراهيم دياز من أكثر اللاعبين، من أفضل لاعبي المنتخب المغربي في هذه البطولة، لينفذ ركلة جزاء بشكل غريب وعجيب. لا أقول أمسكها ماندي، بل ضيعها إبراهيم دياز في الأنفاس الأخيرة. بعد تضييع ركلة الجزاء الكثير من اللي يعرفوا الكرة كانوا يتوقعون بأن السنغاليين سيعودون، لأنهم عادوا نفسيا وذهنيا أقوى من اللاعبين المغاربة اللي فشلوا معنويا وذهنيا وانهاروا بدنيا كذلك، لأنه بذلوا مجهود كبير جدا في هذه المباراة. فكانت العقوبة في الوقت الإضافي عندما سجل السنغاليون هدف رائع جدا من أروع أهداف البطولة، وكادوا أن يسجلوا هدفا ثانيا في الشوط الثاني لولا الحارس ياسين بونو. هدف مقابل 0. انتهت المباراة النهائية بتتويج منتخب السنغال، تتويج مستحق، كان يمكن أن نقول عنه مستحق أيضا لو توج المنتخب المغربي في سيناريو آخر. لست هنا للحديث عن التحكيم لأنه كان له عليه من الجدل ما يكفيه. أحيانا نقول بأن التحكيم جزء من اللعبة والأخطاء التحكيمية هي جزء من اللعبة، وأحيانا نقول كذلك بأنه هذه مش أخطاء تحكيمية، هذه مقصودة. المهم ما حدث البارحة في المباراة النهائية يبقى استثنائي، أنا عمري ولا شفته لا في إفريقيا ولا في غير إفريقيا. المهم بالنسبة لمباريات مثل هذه أنك تلعبها من أجل أن تفوز. السنغاليون كانوا أحرص على الفوز، لا أشكك في حرص المغاربة على التتويج، ولكن الضغوطات كانت عليهم كبيرة وكبيرة جدا، جماهيرية وإعلامية ورسمية كذلك، لأنه
ولا واحد من المغاربة كان يتوقع بأنه منتخب بلاده يخسر النهائي في عقر الديار، ولو أنه هذه الكرة، وتم تقبل كل شيء بما في ذلك تتويج المنتخب السنغالي. من هكذا بطولات ومنافسات، العبرة ليست فقط بالتتويج، العبرة أيضا بالدروس التي نستفيد منها كجماهير وكإعلاميين وكلاعبين وكمسيرين وكمدربين وكمتابعين وكمحايدين وكمؤيدين. دروس كبيرة جدا تعلمنا الحياة عموما، وتعلمنا دايما مسابقة من هذا الحجم كأس إفريقيا لكرة القدم التي يحدث فيها العجب. كلام سهل الآن، كان صعب البارحة بعد المباراة بالنسبة للجميع بما في ذلك للسنغاليين. كلام سهل الآن، ولكن أنا حبيت نركز بالدرجة الأولى على الدور اللي قام به ساديو ماني في إعادة رفقائه إلى المباراة، ونركز أيضا على قوة المدرب وليد الركراكي، صموده ووقوفه وشجاعته أيضا في مواجهة كل الناس وتحمل المسؤولية كذلك. أعتقد بأنه الاثنان صنع الفارق من جوانب خاصة ومعينة. في نهاية المطاف كانت الغلبة لساديو ماني الذي أكد بارحة بأنه فعلا نجم، فعلا قائد، وفعلا يمكن أن يقود السنغال إلى الأعلى. طبعا من دون التشكيك في الآخرين، ولكن ساديو ماني غير. مبروك للمنتخب السنغالي تتويجه الثاني، وبالتوفيق أيضا للمنتخب المغربي في بطولات لاحقة، نقصد بطولة كأس إفريقيا التي يبقى يجري وراءها منذ 50 سنة. تطور لشهادة الكرة المغربية يشفع له بأن يفوز المنتخب المغربي باللقب القاري في يوم ما. متى؟ هذا هو السؤال المطروح. متى يطرد النحس؟ طبعا هذا هو السؤال المطروح. العبرة بالخواتيم كما يقال في لعبة كرة القدم. إن شاء الله كل واحد منا يستفيد على طريقته وفي مجاله من هكذا بطولة التي أثارت الكثير من الجدل والقيل والقال، وأثارت الكثير من الشحناء للأسف الشديد في أوساط كروية عربية وكذلك إفريقية. إن شاء الله نقلب الصفحة ونعود نرجع لحياتنا ونرجع للاستمتاع بالكرة اللي في نهاية المطاف هي ممتعة وخلات الناس أيضا يتجاوبوا معها. ما ننساش نحيي كذلك بالمناسبة الجمهور المغربي اللي كانت الوقع الخسارة كبيرة عليه، ولكنه تحملها وخرج من الملعب غضبان أي نعم، ولكن مقتنع بأنه أحكام الكرة هي هكذا. مبروك للسنغال ومبروك للمغرب كذلك على مردوده في هذه البطولة. السلام عليكم. مباراة ستبقى خالدة في التاريخ، نهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال. سيناريو الذي حدث خاصة في نهاية المباراة ولو واحد كان يقدر يتوقع أنه راح يصير. كيف بدأت الفكرة أنه منتخب السنغال سجل هدف، نسبة كبيرة أنه صحيح مش صحيح، الحكم قادر يرجع للفار ويتأكد، لكن حكم المباراة خلى الكرة مباشرة رفض الهدف. بعدها بدقيقة منتخب المغرب لعب كرة ركنية. الركنية هذه قام أحد لاعبين السنغال بسحب بسيط جدا واحتكاك بسيط مع اللاعب برهيم دياز، اللاعب الذي سقط، لكن الحكم لم يقل شيء واستمر في اللعب إلى أن خلاص نقولوا انتهت الهجمة وانتهت الكثير من الكرات، إلا أنه بعد هذا الوقت الطويل عاد وحسب ركلة جزاء، أو خلينا نقول عاد وطلب أن يعود للفار. بعد العودة للفار ذهب الفار شاف وقال أن في ضربة جزاء، والتي ثارت احتجاج كبير على المنتخب السنغالي. ماذا قام المنتخب السنغالي؟ قام المدرب بطلب من اللاعبين مغادرة الملعب، وفعلا غادروا الملعب وبقوا أكثر من ربع ساعة داخل غرفة تغيير الملابس، إلى أن عادوا بالأخير وتم احتساب ركلة الجزاء وتم تسديدها بطريقة
خلينا نقول له غير مسؤولة من إبراهيم دياز الذي انبرى لها ووافق بها اللاعب أو الحارس مندي وتصدى للكرة، ولتذهب بعد ذلك المباراة إلى أشواط إضافية كانت فيها هدف الغلبة لمنتخب السنغال، الهدف الذي استطاع به المواصلة النتيجة والحصول على اللقب الغالي للمرة الثانية في آخر 3 نسخ.